خاصو مازال نسبه اخرى ديال الحديد. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه، الام كتاخذ الحديد في فتره الرضاعه، اذا هذاك الحليب اللي كيرضع هذاك الوليد حتى هو كيكون غني بالحديد. دونك طونك الوليد كياخذ رضاعه طبيعيه الا وهو محمي من هذا النقص في الحديد. مزيان. الوغ هنا فين كيبدا المشكل؟ كيبدا المشكل في الفتره اللي كتبدا لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير، يعني الوقت كندخلوا الماكله. فوالا اللي كنبداو كندخلوا الماكله، وهذا الوليد ما كيبقاش محتاج للحليب، هو الحليب بقدر ما محتاج للماكله اكثر. صح. دونك هنا في الماكله ديالنا، هنا فين خاص الاباء والامهات سورتو انهم تكون الماكله متوازنه صحيه وتكون غنيه بجميع المواد. حنا ما نهضروش غير على الحديد. الحديد وي سي ان اليمون اسونسييل، مي حنا كنهضروا على يكون غذاء متوازن متنوع فيه لحوم فواكه وخضروات. ممتاز. لي زيموغلوبينوباتي. دونك هاد الانواع ديال الامراض هما امراض وراثيه، والحده ديالها كتكون على حسب النسبه ديال هاد المرض في الذات. يعني كاينين شي وليدات اللي حنا بالنسبه لنا دابا كاينين ناس كبار اللي كيجيو عندنا وغير داروا واحد التحليله واللي هي بها اكتشفوا انهم عندهم هذا النوع ديال فقر الدم. يعني ما كان هذا النوع هذا ما كان عنده حتى شي تاثير عليهم من نهار تزادوا حتى وصلوا للعمر دابا، حتى شي تاثير ما حسوا به، ما كان عندهم اعراض، ما كان كيبان عليهم، التركيز ديالهم كان مزيان، التغذيه ديالهم مزيانه، النمو ديالهم مزيان. حيت شنو هو المهم اننا نعرفوا فقر الدم عند الوليدات؟ المهم الاهميه ديالو كتكون باش نعرفوا باش نخليو هذا الوليد كينمو بطريقه عاديه وسليمه. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال اننا نعرفوا فقر الدم. دونك هاد الوليدات كيف الى دابا هذا النوع ديال الوراثه الفقر الدم اللي هو وراثي، الحده ديالو كتكون ما كتكونش نفسها عند جميع الناس، يعني كتكون متفاوته على حسب النسبه ديال فقر الدم اللي عندهم. فهمتي؟ دونك الا كان واحد النسبه اللي هي خفيفه ما كيكون حتى شي تاثير على الوليدات، وكيكون النمو ديالهم عادي وكيكبروا عادي. باغ كونطخ الا كانت الحده ديالو كثيره، هنا فين هاد الوليدات هادو راه كيبان عندهم من نهار اللي كيتزادوا، ماشي من نهار اللي كيتزادوا، نقدروا نقولوا ابارتيغ دو 6 موا، 6 شهور. علاش 6 شهور؟ لانه 6 شهور الاولى كيكونوا مازال الكريات الحمراء ديال الام ديالهم هي اللي معاوناهم، باقي الوليدات يلا الجسم ديالهم كينتج وكيكون كريات حمراء اللي هما خاصين به. دونك ابارتيغ من 6 شهور، دونك ابتداء من 6 شهور فين كيبدا هاد الكريات الحمراء ديال الام ما كتبقاش، وكيوليو الوليدات كينتجوا كريات حمراء ديالهم. وهنا هاد الوليدات الا كانوا من لاج ديال 6 شهور كتشوفوا انهم كيعانيوا من فقر الدم، كل مره كيعانيوا من فقر الدم، واخا كياخذوا الدواء ديال الحديد او اي دواء كياخذوه ما كاينش تحسن، هنا ضروري تكون واحد المتابعه من طرف الوراثي اللي كيكون عنده هاد الاعراض هادو اللي هي زايده. يعني كيكون الصفوريه كتكون زائد اللون ديال البول اللي كيكون مغير، تيكون شويه فونسي، كيكون غامق. الكريات الحمراء اما التركيبه ديالها او الشكل ديالها ما كيكونش عادي، ولهذا الشيء كيكون في الوراثه. هاد الناس هادو عندهم واحد الكريات حمراء اللي كتكسر، كيكون التكسر ديالها سريع، يعني كتموت بكري، كتموت قبل من الوقت ديالها، يعني كتسالي المده الحياه ديال الكريات الحمراء قبل من الوقت ديالها. صح. وهذا التكسر اللي هو كيكون قبل من الوقت كيعطينا واحد الافراز ديال واحد الماده، وهاد الماده كتكون بنسبه كبيره وكتخلي الصفوريه في الذات، اللي هي الصفوريه ديال العينين او لا الصفوريه ديال الوجه او لا دي فوا الصفوريه كذلك في اليدين بحال هكذا. اوليو ما يكونوا اليدين بيضين كيكونوا يدين صفرين، وكنزيدوا حتى الصفوريه بلوتو ماشي الصفوريه مي كنقولوا البول ديالهم اللون ديالو غامق. دونك حنايا ملي كنبغيو نسولو ملي كيبان لنا الوليد صفر، يعني عينيه بداو شويه عندهم شي صفوريه
وحتى الوجه ديالو صفر وهذا. دونك حنا كنسولو سوا الوليد الا كان شويه كبير سوا الاباء ديالو، تنقولوا ليه واش البوله ديالو اللون ديالها مبدل، واش اللون ديالها بحال اتاي مشحر لهاد زعما لهاد الدرجه كتكون فونسي، سي اون كولور فونسي. وهذه معناتها بانه هاد الوليدات عندهم تكسر ديال الكريات الحمراء اللي هو قبل من التكسر كثير قبل من الفتره اللي هي محدده لفتره العيش ديال الكريات الحمراء. فوالا دونك هذا هو البول ديالنا اولا الغائط كيكون عندهم ديكولوراسيون، واحد التلون اللي كياخذوه على حساب الماكله اللي كناكلو. والبول ديالنا كيقدر يكون اللون ديالو غامق عند الناس اللي ما كيشربوش الماء كثير، يعني كيكون في الصون كنسميهم دي زورين كونسونطري. دونك هذا الامر هذا كيكون عند الناس اللي ما كيشربوش الماء كثير. ولكن هاد الوليدات اللي عندهم هاد النوع ديال فقر الدم الوراثي كيكون تكسر الكريات الحمراء تيكون كثير، وهذا اللون تيكون غامق وعلى طول المده، يعني ديما كيلاحظوا الوالدين هذا الامر هذا. يكون عنده التركيز يكون مزيان او لا يكون كثير، ولكن الوليدات اللي ما كياكلوش كيكونوا كيعانيوا من هذا المشكل هذا، التركيز ما كيبقاش، لا ميموريزاسيون، حتى القدره على هذيك الفتره ديال اللي كان ديال لا بريباراسيون ديال الامتحانات ما تيقدروش يصبروا عليها. يعني كيقدر يقرا واحد ساعتين 3 سوايع ويحبس، ما يقدرش يبقى النهار كامل هو كيقرا. دونك كيكون كتجي العيا، كيجي العيا، كتجي قله التركيز، كيولي قله النعاس، وهاد الامور كلها ولو ستريس. بيان سور حنا ديما كنهضروا على لو ستريس ديال الامتحانات، دونك بحال كيدخل في واحد سكون ابل لو سيركل فيسيو، واحد الدائره مغلقه. دونك شنو يعني؟ هو ما كياكلش، ما كيكونش عنده كاع الاغذيه اللي هي غتعاونو باش تكون عنده اون بون بريباراسيون، وفي نفس الوقت دونك الشهيه كتمشي وما كيبقاش ما يقدرش ياكل، وكيبقى عاوتاني كيف قلت لك في الدوامه. اذا ما كاينينش شهيه ناقصه، ما كاينينش فيتامينات، ما كاينش تركيز، وما يمكن ليناش هاد الدائره هذه ما كنكسروها الا والا كان عندنا الاكل. نعم. وهذا الاكل فينا هو ما كايناش الشهيه. دونك هنا هذا هو المشكل اللي كيوقعوا فيه الوليدات في ايامات الامتحانات، الشهيه ما كايناش، ما يقدرش ياكل وما عندوش باش يعاون على راسو باش ما كتوليش طاقه، يعني انه باش الطاقه باش انك تحفظ وانك دير واحد ليفوق ما كيتكونش شيء. لا كيف قلت لك الطاقه كتمشي، التركيز كيمشي، العيا، الخمول كيجينا، الخمول، النعاس، ما كيبقاش النوم فوالا لا كاليتي ديالو الي التيري، كيكونش واحد سكون ابل ان سومي ريباراتور، يعني داك النعاس اللي هو ايجابي كيولي سوا كينعس اكثر من القياس في واحد الوقيته اللي ما خصوش ينعس فيها، سوا كتولي نانسومني، يعني الليل كله حل عينيه، نهار ناعس والليل حل عينيه بحال الارق. فوالا. دونك هذا هو لو ستريس. وبيان سور راه الا كان الواحد النعاس ديالو ما بقاتش راه ما غيقدرش يحفظ، ما يمكنليش يحفظ نهائيا، ما يمكنليش يبذل حتى المجهود باش واخا يبغي يحاول يبذل المجهود ما غاديش يقدر. دونك جيد، كنتمنى ان الوالدين يردوا الباس على الطفل عموما، لان مثلا كتكلموا على الامتحانات وان الوليدات اللي غيدوزوا السادس او لا غير او لا السنه التاسعه اطفال زائد مراهقين، حتى اللي غيدوزوا السيزيام راكم مراهقين يعني باقيين، يعني نقولوا 17 سنه هذا راه باقي مراهق، يعني يلا غتمشي للشباب ان شاء الله، ويلا غتحاول انك تقاد بزاف ديال الامور في شخصيتك وغيرها. ما اجي نتكلموا شنو الاعراض واهمها اللي كتقدر تبان على الوليدات ديالنا. الا هضرنا في هاد لا بيريود عاوتاني كنأكدوا على التركيز. الوليدات ما كيبقاوش يقدروا يقراو، ما كيبقاوش يقدروا يحفظوا، التركيز ديالهم تيكون ناقص. زائد العيا، دونك العيا، الخمول، الشهيه كتمشي. من بعد كنزيدوا هذاك العرض اللي هو معروف واللي كيلاحظوه بزاف الوالدين، هو الشحوبه ديال الوجه. يعني كتقول لك انا ولدي ماشي عادي، يعني وجه شاحب هربان منه الدم، فوالا مسقط، كنقولوا مسقط منه الدم هكذا. دونك فوالا هادو هما الاعراض اللي كتكون شائعه. والنعاس بزاف. نعم خلاص الخمول والنعاس بزاف، يعني الوليدات كيبغيو ينعسوا بزاف، دونك هادو اعراض
اللي هي شائعه ديال فقر الدم، واللي خاص الوالدين دو لي فاصون الوالدين كيلاحظوا هذا، لانه كتبان ليه بانه الشخصيه ديال الوليد كتبدل من بعد ما كان وليد نشيط كيقرا مزيان كيركز، ديما عنده يعني معاهم في الدار الحضور ديالو كاين، كيولي كيتحول وليد اللي ديما ناعس، ديما عيان، الدروج كيوليو كيعييوه، اللعب الكره كيعييه، بورتون هو كان وليد اللي كيبغي يلعب في الزنقه كيولي كيعيا في اللعب ديالو. دونك الشهيه وسورتو الشهيه الاكثريه اللي كيلاحظوا الوالدين بانه الوليد ما بقاش كياكل كيف العاده. ممتاز. تفقد الخمول، النعاس في اوقات اللي هي ماشي ديال النوم، اللي هي بزاف، قله الحركه. وتكلمتي على شحوبيه ديال الوجه، يعني ان الوجه كيبيض، يعني كيف كنقولوا حنا ما كيبقاش فيه الدم. اجي نتكلموا على اللون ديال العينين. بزاف ديال الوالدين ملي تيشوفوا اللون ديال العينين ديال ولادهم ولا هذا كيقول لك حتى هو علامات كتدل على انه كاين فقر الدم. صحيح او خطا؟ كنقولوا حنا ايفيكتيفمون. دونك حتى حنا عندنا واحد العلامه في الغشاء ديال العين، ماشي اللون هكذا، الا لاحظتي كيقدر كيدير لك بحال هكذا باش كيشوف الداخل ديال العين. دونك سي لا كونجونكتيف، وحنت هي فيها عريقات دونك فيهم الدم وهذا. دونك الا كان الوليد عنده فقر الدم حاد كنقدروا هذوك العريقات ما كيبقاوش حمرين بحال كيف هما عاديين. دونك دوكو حتى هو كيكون من نوع ماشي اللون د العين. دونك العريقه لا ماشي اللون د العين. باغ كونطخ اللون د العين كاين واحد لو سين واحد اخر اللي هو كنقولوا كنسميوه ان سوبيكتير، يعني واحد شويه الصفوريه. وهاد شويه ديال صفوريات العين يعني ملي كتشوف بحال الصفوريه اللي كتكون في بوصفير اللي حنا كنعرفوها في بوصفير، حيت كيف قلنا بان فقر الدم كتكون شحوبه ما كيكونش صفوريه في الوجه. ولكن كاين واحد النوع ديال فقر الدم، حنا دابا اللي كنهضروا على نقص الحديد. الا رجعنا للنوع ديال فقر الدم اللي هو وراثي كنسميهم لي زيموغلوبينوباتي. هاد الانواع